السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد إصلاح ماكينة البوتفور. طبعا هنا في كان مسمار ببرشام، وهنا كان في مسمار ببرشام. طبعا المسمار اللي هو كان في برشام احنا غيرناه وركبنا برشام مسمار بصمولة، عشان المسمار اللي هو اتقطم والمسمار التاني اتقطم. فاحنا طبعا هنجيب مسمار بصمولة ونركبه عشان خاطر كده. طيب دي الجزء الجزء ده اهو كده اللي انت شايفه ده اسمه رفاص. الجزء ده رفاص. ده بيركب فين بقى؟ ده بيركب عشان اجيبها لكم بالكاميرا. في سوسته اهي سوسته اهي. خليكم معايا اهي السوسته اهي عشان تبان. السوسته في الحته دي، في سوسته هي في الفتحه دي. السوسته دي بيركب فيها الرفاص ده، بيتحط هنا في الحته دي اهي السوسته باينه اهي بتلمع الفتحه اللي هي الفتحه ده في الدوريه دي فيها فتحه، الفتحه دي فيها سوسته. الرفاص ده بيتحط في حته في الحته اللي فيها السوسته دي. ماشي، ده بالنسبه للرفاص ده. طيب دي هنعمل هنجيب له مسمار بصموله ونحطه عشان خاطر نحطه في الدراع ده عشان خاطر نركبه ونشغل المكنه. خليكم معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا المكنه البوتفور طبعا هنا هو انتوا شايفين السوسته اهي. السوسته نفسها اتخلعت اهي. ادي السوسته وادي الجزء اللي هو بيضغط على العمود ده. تمام. فاحنا هنخلع السوسته من هنا اهو ونبتدي نركبها ونجيب لها مسمار زي ده كده اهو، نحطه هنا اهو مكان مكان البرشام، المسمار البرشام، لان المسمار البرشام اتكسر المسمار البرشام التاني اتكسر. فاحنا هنجيب مسمار بصاموله نحطه هنا هو، ونجيب مسمار بصاموله نحطه هنا هو، وما نركبهم هوريهم لكم. وتابعونا فاصل ونعود بعد ما اركب السوسته الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم تاني. طبعا انا كنت وريتكم ان البرشام اللي فوق ده فك، فانا حاطط فيه مسمار حداد اهو مؤقتا عشان بس اطمن على الشغل. وهنا البرشام برضو اللي هنا تحت فك. وطبعا السوسته وريتها لكم وهي مفكوكه، فانا طبعا ركبت السوسته اهي. طبعا جزء السوسته اهو راكب اهو، باين اهو. دقيقه واحده اهو جزء السوسته اهو الحديده بتاعت السوسته اهي. الحديده التانيه ركبتها في قلب البلبله اللي ورا دي، شدتها بحته حبل عشان اركبها. وطبعا زي ما انتم شايفين السوسته مقلوبه عشان تروح وتيجي معايا. دخلت المسمار الاول من اليمادي ورحت مدخل فيها بوز السوسته، وزقت المسمار اليمه التانيه ورحت مشبط فيه الصمول. طبعا كنت انا دائر بوز السوسته الطويل تحت. وطبعا الجزء اللي هو بقى اللي هو فيه الغلبه اللي هو اللي ورا ده، ربطت خيط فيه ورحت شده مركبه في قلب البلبله اللي ورا دي. وكده بقى انا خلصت ركبت السوسته ومكان البرشام يعني. واليمه التانيه عشان ما فيش مسمار رحت حاطط مسمار حدادي ومشيت بيها. وانا اوريكم طبعا الرفاص بيركب فين، وهوريكم دلوقتي تجربه ازاي هي بتشتغل اهي. تمام. لو عجبكم المقطع ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.